يا مساء الجمال عليكم. أنا جاي النهاردة أكلمكم عن كائن الزمالك. كائن الزمالك فيه شوية صفات حلوين قوي 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 قوي، وأنا جاي النهاردة علشان أقول لكم تعالوا نتعلم من كائن الزمالك شوية حاجات جد كده. كائن الزمالك كائن أصيل، ما يبيعش النادي بتاعه أبدا بسهولة. يخسر وهو معاه، يكسب برضه معاه، ما بياخدش حاجة بس بيشجع النادي. ممتن جدا دايما للزمالك، وممتن ان هو بينتمي لهذا النادي العظيم الكبير العريق، ذات الاصول اللولبيه. مشارك، ما ينسكش ابدا وقت الخساره، دايما بيجيب في سيرتك ودايما على باله حتى لو هيخسر عمره كله. قابل ناديه زي ما هو وكأنه الحبيب الممتن، مش بيخاف من الحسد ابدا. بس هيخاف ايه؟ هيخاف من ايه؟ هو كده ولا كده؟ يلا بعافيه شويه. كائن الزمالك كائن بيفرح بالانتصارات البسيطه جدا، عكس كمان النادي الاهلي اللي دايما بيكسب وبالتالي مش حاسس بطعم المكسب. لكن كائن الزمالك بيكسب كل فين وفين، وعلشان كده بيبقى ممتن جدا لكل مكسب وكل خطوه بيخطوها، قاعد مستنيك تفوز علشان يفرح لك. خلينا دايما فاكرين انه لما بيخسر طبعا الحكم هو السبب، وطبعا بيدي دايما اعذار للنادي بتاعه انه طبعا لعب كويس، وطبعا كان زي الفل، وطبعا عمل اللي عليه وزياده، فدايما بيديله اعذار جامده جدا. كائن الزمالك بيعتبر النادي بتاعه كأنه هو لما يكسب يبقى هو اللي كسب، ولما يخسر يبقى هو اللي خسر. دايما بيعبر عن دوت، وبيبقى ممتن ان هو ينتمي لهذا النادي العظيم، ودايما بيشير لنفسه انه هو من النادي العريق دوت وينتمي ليه حتى لو خسر طول عمره. كائن الزمالك مش بيفوت ماتش عشان يتفرج على النادي بتاعه علشان يفرح لما يكسب ويكون صاحب السبق، ودايما يشير على الفيسبوك لما النادي بتاعه بيكسب، ويقعد يعمل هو ليلة كبيرة انه النادي بتاعه كسب. دايما واقف في ظهر نادي، ما بيجليش منه ابدا، وانه ما يقفش ابدا في ظهره. تخيلوا الكائن الزملكاوي اللطيف دوت لو طبقناه على العلاقات. الكائن اللي بيدعم، الكائن المشجع، الكائن اللي دايما واقف ورا الناس اللي بيحبهم، الكائن الأصيل اللي ما يسيبكش بسهولة، الكائن اللي بيشارك الفرح والحزن الاتنين، يشارك الاتنين الفرح والحزن الاتنين مع بعض. الفرح منسي، وفي الحزن دايما بيصدر لك الكآبة. يا كائن يا كئيب الاتنين. تخيل لو انت عندك علاقة في حياتك، الشخص اللي انت فيها معاه دايما واقف في ظهرك. على فكرة بتكلم على كل العلاقات، سواء كانت علاقات أسرية، علاقات أصحاب، مدعمة ليك، كل دي أنواع علاقات مهمة جدا لحياتك. تعالوا نراجع بسرعة أنا قلت إيه. لو أنت عندك علاقة في حياتك، حد ممتن لك، حد واقف في ظهرك، حد دايما بيشجعك، حد بيفتكرك في كل حاجة في حياته، حد بيشاركك بكل حاجة، مش خايف منك، لا تحسده على الحاجة الحلوة، فبالتالي بيشاركك بالحاجة الوحشة بس اللي في حياته، أو بيشاركك بالأزمات بس، عشان في ناس بتعمل الحركة دي. بيحاول يغيرك، واقف في ظهرك رغم ان انت بالنسبة له مصدر خسارة، ودايما مصدر إحباط، لأنه بيزعل لما انت بتخسر. بالنسبة له ملكش لازمة قوي لأنه مأذي منك، لأنه مشاعر الخسارة مش بتبقى دايما مفرحة لحد. تخيل لو انت كائن زملكاوي في علاقاتك، هيبقى شكلك ايه؟ خليك كائن زمالك علشان ده بالنسبة لك حاجة حلوة جدا. سلام، اشوفكم الحلقة اللي جاية.